السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهارده بسكوت العيد بطعم وريحه تحفه جدا، هترفع راسكم لاي حد هياكله. المقادير بسيطه جدا وسهله خالص، لو اول مره تعمليه هيطلع تحفه معاكي، بس اعملي بنفس الخطوات والمقادير وان شاء الله هيظبط معاكي. وهقولك على سر التسويه المظبوطه، وهقولك المقادير بالكوبايه وبالجرام. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان تتابعوا كل جديد. يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة معايا مقدار 2 كيلو بسكوت، معايا 600 جرام سمنة، ما يعادل نص كيلو سمنة، وعليهم زيادة نص كوباية سمنة. لو عندك ستاند مكسر هنستخدمه، لو ما عندناش وعندنا المضرب الكهربائي اللي هو اليدوي ينفع. هضرب الاول السمنة لوحدها لحد ما لونها يفتح معايا خالص، وهركنها في جنب، وابدأ ان انا احضر معايا السكر البودرة. اهم حاجة السكر يكون سكر بودرة، بلاش السكر اللي هو الحبيبات، لان السكر الحبيبات بيسيب اثر في البسكوت او في النواعم عموما، وبيخلي البسكوتة او الكحكاية او البيتيفور اي حاجة في النواعم بتعمل نقط بني كده. فالسكر البودرة احسن حاجة في النواعم. شايفين القوام المطلوب؟ شايفين السمنة وصلت للقوام اللي انا عايزاه، وبقى شكل الكريم شانتيه بالظبط، ولونها فاتح وابيض فاتح. بعد كده ضفت السكر على السمنة، وهرجع اضربهم تاني مع بعض كويس جدا لحد ما لونهم يفتح معايا، ويكون لونه ابيض فاتح جدا، ويكون دخل فيهم هواء ومنفوخين. في الجنب كده هبدأ ان انا احضر معايا نص كوباية زيت، ما يعادل 100 جرام. نص كوباية زيت دي هتفرق معايا جدا في البسكوت، يعني بتخلي البسكوتية كده ماسكة نفسها وبتقرمش معاكي. هضيف الزيت على الخليط وهو بيتضرب كده، وهبدأ ان انا اجهز معايا البيض. معايا 8 بيضات، انا هنا قسمتهم ل4 بيضات وبعدين 4 بيضات تانيين، علشان انا مرضيش احط ال4 بيضات كلهم، لان ساعات بيقوموا نازلين بينزلوا كلهم مرة واحدة معايا كده. هضيف واحدة الاول، واول ما هو الاولانية تختفي هبدأ ان انا انزل بالتانية، وهضيف الفانيليا على البيض. منزلش بالبيضة التانية الا لما الاقي البيضة الاولانية اختفت، زي ما انتم شايفين قدامكم كده، ما عادش ليها اثر خالص في الخليط. بدأت ان انا انزل بالبيضة التانية، وضفت نص كوباية عصير برتقان. ده بيديلها طعم حلو جدا، بيخليها بطعم البرتقان. لو انتم مش حابين طعم البرتقان يبقى ظاهر في البسكوت، اعجنه بلبن، بلاش عصير برتقان. بعد كده نخلت 2 كيلو من الدقيق، وعليهم 2 باكت بيكنج باودر. نخلت البودر ونخلت الدقيق. وفي الخليط بتاعنا اللي في العجان ضفتله 2 كوب جوز هند ناعم حوالي 200 جرام، وضفت ازازة اسانس برتقان من عند اي عطار. بعد كده نزلت بالخليط على الدقيق. انا هنا ما حطيتش الدقيق في العجان، لان العجان صغير ما كانش هيستحمل الكمية دي كلها، هو كان ممكن ياخد كيلو دقيق بس. هقلب كويس جدا كده لحد ما يبقى، لما هتتكون معايا عجينة، وهتبقى عجينة مفرولة شوية. انا هنا احسن حاجة في التقليب ان انا بقلب بايدي عشان اقدر اتحكم في العجينة. هختبرها بايدي كده، لو لقيتها لسه بتشقق معايا هضيف لها حبة عصير. انا هنا اختبرتها لقيتها محتاجة حبة عصير كمان، فانا ضفت لها حوالي ربع كوباية كده او اقل من ربع شوية. بلاش نضيف كمية مرة واحدة او مية كتير او لبن كتير، علشان خاطر ما تبص معانا العجينة. اهم حاجة هفركها بايدي كده، هختبرها تاني هفركها بايدي
او انعمها بايدي علشان خاطر تنعم معايا. نركز في القوام، نركز في قوام العجينة علشان في نوع دقيق بيحتاج سوائل زيادة على حسب نوع الدقيق ودرجة امتصاصه للسوائل. المفروض تكون ناعمة كده ومش بتشقق زي ما انتم شفتوا. هغطي العجينة كويس بكيس عشان العجينة ما تنشفش، وهبدأ ان انا اشتغل بالمكنة. شايفين شكلها مش مكسر ولا حاجة. هدخلها الفرن بقى، فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180. واول ما تاخد لون من الجناب كده طلعه، لانه هيغمق حاجة بسيطة كمان بعد ما يطلع من الفرن. شايفين شكله عامل ازاي وقوامه كان حلو جدا بصراحة. ما تنسوش لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يتابع كل جديد، وما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات.